السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح نديرو غراتان بالبطاطا باسهل طريقه ويجي بزاف روعه. لازم تجربوه، راح يحبوه الاطفال تاوعك وراح يحبوه حتى الضيوف تاوعك. لهاد الوصفه درت 5 حبات كبار تاع البطاطا على حساب لو مول اللي تستعملي. انا لو مول هذا هو اللي موالفه نستعملو، صغير ماشي كبير، تقريبا 25 على 15 سنتيم. درت رحيت البطاطا غير بالفرشيطه ولا هاد الاله اليدويه اللي ترحي فقط. ما لازمش تميكسوها ولا تريحوها بالباتر. نزيد لها مغرف تاع الزبده ونخلطها مليح مليح. راح نزيد لها التوابل من بعد نخلطها. نحتاج ايضا حبه تاع البصل، راح نرحيها ونحطها تتقلى ونرجع للبطاطا. خواتاتي هاد الاله اليدويه بزاف روعه، راح تساعدكم خاصه اللي يديروا الحميص ولا في رمضان مثلا. ديري بزاف الفلفله هذه راح تعاونك. ترحي الفلفل، ترحي الطماطم، الثوم، الحشيش والبصل. راح نرحي هذا البصل، زوج مغارف تاع الزيت نحميه مليح ونحط فيه هذاك البصل حتى يدبل باش نحط فيه كميه قليله من الكفته تاع الدجاج. نرجع لهذيك البطاطا، راح نزيد لها الملح، ملعقه صغيره ونصف على حسب الذوق. راح نزيد لها فلفل اسود. كما قلت لكم ما لازمش ترحيوها بالميكسور باش ما تعجن لكمش بزاف، ما تقدروش تحكموا فيها. رشه تاع الكمون، وما تنساوش مغرف كبيره تاع الزبده. ماذا بكم تنقيوها وهي سخونه باش ترحل لكم بسهوله، باش تذوب لكم ثاني الزبده فيها. اذا هكا نخلط ونعاود نولي لكم. هنا ندهن لو مول بالزبده باش نضمن انه ما يلصقش قبل ما نحط فيه البطاطا. نحكي البطاطا، لا حول ولا قوة إلا بالله. راح ندير تقريبا نصف الكمية. ونغيسي نبسطها على كامل لو مول. استعملوا سباتيو سهل عليكم المهمة. بهذه الطريقة راح نسويها ونعاود نولي لكم. بعد ما دبالت هذيك البصلة درت لها الكفتة حوالي 150 غرام فقط، كمية قليلة. راح نخليها حتى اللي تقلى هاد الكفته ونعاود نولي باش ندير لها شويه تاع التوابل. راح نضيف لها شويه طماطيس مصبره، تقريبا مغرف صغيره. نقلي مليح. راح نضيف القرفه، انا نبغي القرفه في الكفته، كل واحد بالذوق تاعه. التوابل انتي حره فيهم، تقريبا نص مغرف صغيره. راح ندير شويه تاع سكينجبير، ايضا تقريبا نص مغرف صغيره. فلفل اسود، وراح نزيد الملح، مغرف صغيره تاع الملح. نخلط كل هاد المكونات ونزيد لها شويه تاع الثوم. نضيف 4 كاس تاع الماء غير باش البطاطا تاعي ما تجينيش ناشفه. هنا بعد ما يتقلى الثوم طبعا عاد باش نزيد الماء كما هكا ونطفيو.
هذيك الكفته اللي درتها الحشو اختياري، تبغوا ديروا كفته تاع الغنمي ولا صدر الدجاج مفتت اللي ما عندهاش روبو باش تطحن، ولا ما كانش عندها محل قريب باش تشريه واجد. من الافضل يعني حتى هذيك الاله اليدويه اللي وريتها لكم اللي رحيت بها البصل، هذيك ثاني ترحي الدجاج بصح صغري لي مورسو فقط، ترحي لك الدجاج عادي. اذا بهذه الطريقه راح نزيد شويه تاع الزيتون، راح نجيبو لكم. درت شويه تاع الزيتون، شويه تاع الجبن طري. راح نرجع للبطاطا، راح نزيد لها نص كاس شاي تاع حليب او اقل ممكن. راح نخلط ونشوف. ما لازمش تكون عندي جاريه، انا نحوسها برك باش تفوت لي في لابوش، خصني تكون حاكمه روحها. ممكن هذا القدر كافي. اذا استعملت اقل من نصف كاس، استعملت ربع كاس تاع شاي تاع الحليب. راح نعمرها في لابوش ونزين. ما قلت لكم نزين، راني عمرتها في لابوش، شلتها شويه بالماء من الداخل باش تسهل لي انه البطاطا تفوت. ونعمل هذا الشكل، نحاول نقربهم من بعضهم. هاوليكم ان شاء الله فقط تكون الصوره واضحه. اذا هكذا حتى لي نكمل كامل البلا ونوريه لكم باش تشوفوه. بعد ما كملت درت هذوك الدوائر هكا صغار بلا بوش. ضربت صفار تاع حبه بيض ونحاول برفق بلا ما نخسر هذيك البطاطا، نفوت عليهم غير هكذا بشويه. راح نكمل كامل نطليها ونوريها لكم قبل ما ندخلها للفرن. كلمسه اختياريه راح نرش شويه تاع فلفل احمر بودر، باش يعطيها هذاك اللون شباب. رشه ناعمه فقط. اذا نهاولكم الشكل تاعها قبل ما ندخلها للفرن. راح ندخلها للفرن من فوق ومن تحت حتى اللي تتحمر ونخرجها، يعني اقصى درجه. شعلوا الفرن تاعكم غير باش تحمر هذيك البطاطا من فوق ونخرجها لانه كل شيء راه طايب. لكم بعد ما تحمرت وخرجتها من الفرن، يعني الشكل تاعها ما شاء الله. راح نخليها تبرد واحد شويه باش تحكم روحها هذيك البطاطا وما تتمرسش. يعني حتى في التقديم تاعكم كي تبغوا تقدموها خلوها تدفى شويه على الاقل عاده وقدموها. لكم الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، شوفوا كيفاش جا. هذاك الفلفل الاحمر عطى واحد اللون ما شاء الله للطبق كما راكم تشوفوا. صفار البيض هو اللي خلى البطاطا هذيك تتحمر. اذا هاي لكم زينتها شويه بالزيتون. الكفته طعم ولا اروع في البطاطا. هاوليكم في لو بلا. والله غير جاي شهي ما شاء الله ذوقا وشكلا. كما قلت لكم الحشو اختياري، كل وحده واش تحبي ديري كفته تاع الغنمي ولا دجاج مفتت، صدر تاع الدجاج طيبيه فيه ماء وفلفل اسود ورقارند شويه تاع الملح وتفتيه حتى هو تقدي ديريه في الحشو. انا جوعني هذا الطبق بصراحه، ما قدرتش نصبر باش ندوقو. كنت قدمته من قبل في الصفحه تاعي لمسات لميس، نتمنى تشوفوها. واستودعكم الله الى وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش اللي جديده معايا من فضلك ديري لي اشتراك لتشجيعي وجاملي الفيديو فقط. والى اللقاء.